بحس إذا فايت على مكان كله صحفيين بيعرف دغري إذا صحافة طيبة أو لا. أنا مبسوطة لأنه موجودة اليوم أولاً بين صحافة طيبة جداً، وبدي أشكر هالبلد الجميل على الاستقبال الحلو. مساء الخير إلى كل أهلنا الطيبين بعراقنا الحبيب كردستان الغالية، ونرحب بضيوفنا اللي اجونا من بيروت الحبيبة الأخ جمال طيار والفنانة الغالية هيفا وهبي وكل الوفد اللي جاي وياهم من منظمين الحفلة إلى أصغر واحد بيهم، ونقول لهم أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني، وإن شاء الله راح تكون عن اسم جمهورنا اللي راح يحضر لنا، وأهلا وسهلا بالصحافة وكل التلفزيونات اللي جاية وكل الناس الإعلاميين اللي موجودين، ونقول لهم راح نكون إن شاء الله على كأس الحمد عن كل جمهورنا اللي راح يحضرنا إن شاء الله. احنا بعد ألبوم ذكرناكم اللي هو أغنية شعلومة وأغنية شيء براسي، يعني عملنا ألبوم اللي هو أول سنة احنا مع روتانا، وإن شاء الله يا رب الألبوم الجاي اللي راح يكون السنة الثانية مع روتانا. يعني بنجهز الألبوم يعني من خلال الملحنين، اختيار الموزعين، اختيار الكلام، وإن شاء الله راح يكون ألبوم متميز يعني غير ذاك الألبوم اللي فات، بس ما يفرق عن نكهة حاتم العراقي ولون حاتم العراقي. روعة دائما انت الله يحفظك. حبيبي قلبي. ست هيفا شرفتي العراق اليوم حضور. شكرا. اليوم مرتبط بينك وبين الفنان حاتم، بينك وبين كاظم الساهر مثلا الفنان مثل كاظم، الحان عراقية، يعني ماذا نكتب العراقي؟ يا ريت بتمنى أكيد هي مستلا ما بيمشي هون إلا مع لحن. إن شاء الله إن شاء الله. هو وعدني وأنا ناطرة. إن شاء الله إن شاء الله نكون حسن ظنك وأعمل إن شاء الله. ميرسي ميرسي. ونحن طبعا شرف أصلا إنه نغني من ألحانك ومن ألحان مواطن من هذا البلد الكريم. أنت صوتك خليني نقول بس كلمة عن صوتك بيجرح القلب. احنا دائما عن جد يعني ما بلا هيك تجاوب. وانت تدور انت لا أخذ مدى